فيلم ديال الرعب عاشوا هاد البنت مسكينه من بعد ما وقفت الطاكسي في الوسط ديال الطريق، ولكن هاد الطاكسي هذا كان مختلف على اي طاكسي كاين في العالم. اجي نسمعوا القصه ونعرفوا شنو وقع في هاد الجريمه. في العام ديال 1978 كانت هاد البنت هذه اللي سميتها ماري فينسنت كانت غاديه من الدار ديالهم لعند الجده ديالها. وهاد البنت هذه كان عندها يلاه 15 عام، كانت غاده من الدار ديالهم اللي كانت عامره بالمشاكل للدار ديال جداتها ترتاح شويه وتهنى شويه من الصداع ديال الدار. كانت واقفه في الوسط ديال الطريق وكتسنى شي واحد يوصلها، زعما دايره اوتو ستوب. وفعلا ما دازت حتى شويه حتى وقف لها واحد الراجل في الوسط ديال الطريق. وفي الطريق البنت كانت شويه عيانه، دونك نعسات اللور ديال الطوموبيل. واحد شويه وهي تفيق وهي تلقى راسها في الوسط ديال الطوموبيل، وداك خونا اللي سايق غادي من واحد الطريق من غير الطريق اللي كتديها لعند جداتها. هنايا قالت لداك خونا اللي سايق الطوموبيل هذه راه ماشي الطريق اللي نورمالمون خاصني نمشي فيها، ممكن ترجع للطريق الرئيسيه. ولكن قال لها ما تخافيش، هاد الطريق هذه مختصره شويه وغادي نربحوا الوقت. ولكن قال لها الا ما كنتيش مرتاحه ولا ما بغيتيش نرجعوا من نفس الطريق من هاد الطريق هذه صافي نرجعوا من الطريق ديالك. وفعلا باش يدير لها خاطره دار الدوميتور وبقى راجع من الطريق الرئيسيه. فاش بقاو غاديين في الطريق بجوج هاد السيد هذا شد اليمين وقال لها نبغي نقضي الحاجه ديالي ممكن تسناني. قالت له صافي. واحد شويه وهي كتلمح خونا رجع للكفر ديال الطوموبيل وجايب في يده واحد العصا ديال الخشب وقاصده البلاصه فين راكبه. وهنايا بطبيعه الحال خرجها من الطوموبيل ودخلها في الوسط ديال واحد الغابه قريبه من تما، وبقى كيربط لها الرجلين ديالها وبقى كيربط لها في اليدين ديالها وهي كترجاه وكتقول له ها العار لما بعد مني. ولكن خونا بلا فايده. واحد شويه هو يخرج من الكفر ديال الطوموبيل واحد الصاك. شنو في نظركم غيكون في هذا الصاك؟ خرج الشراب وبدا كيشرب جنب الواد وداك البنت مسكينه قدامه. هنايا شرب ومن بعد ما شرب وساله ناض عاوتاني تعدى عليها المره الثانيه. تخيلوا داكشي اللي دار فيها في الاول وهو ساحي، شنو في نظركم غيدير فيها وهو شارب؟ من بعد ما شرب وساله ناض للطوموبيل ديالو عاوتاني وخرج داكشي اللي ماضي وجلس كيضرب في البنت بلا رحمه بلا شفقه. والبنت مسكينه جالسه كطاكي على راسها بيدها، وفي الوقت اللي كانت كطاكي على راسها جاها داكشي اللي ماضي وقطع لها اليدين ديالها بجوج. ومن بعد ما دار هادشي كامل سحب لك خلاها تما، لا طلع الفوق ديال الجبل ورماها من تما لتحت ديال الواد. قال مع راسو ربما غادي تبقى تنزف تتفارق الحياه. المهم مع راسو هو راه تهنى منها وما بقاتش عايشه. هنايا بطبيعه الحال من بعد معجزه البنت بقات عايشه وبقات مقاومه في دوك الظروف وغاديه وهزه يديها للفوق باش تقلل شويه من النزيف وما تفقدش بزاف ديال الدم. وبقات غاديه 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 حتى وصلت للشارع وبقات كتسنى شي طوموبيل تجي. وجاو واحد العائله فعلا ولقاوها في ديك الحاله وداوها دغيا للاسعاف وقدروا يعتقوها من الموت. من بعد ما داوها للسبيطار وعطاوها الفحوصات اللازمه قدرت انها توصف لهم واحد الوصف دقيق للمجرم ولا لذاك الخونه اللي دار لها الفعله. وفعلا البوليس ما دازت حتى 20 ساعه حتى كانوا شدوه وجابوه للبوست وعرفوا بانه سميتو لورنس، والشخص اللي خبر به هو الجار ديالو بسبب الدقه ديال التصويره اللي كانت عطاتهم البنت واللي رسموها عندهم في البوست. هنا بطبيعه الحال هذا الشخص تخيلوا شحال يقدروا يعطيوه في الحكم. مشى للمحكمه وثبتوا عليه جميع التهم وهذا الشيء كامل حكموا عليه غير ب 14 سنه ديال الحبس. وتخيل معايا من بعد ما قضى منا 8 سنين طلقوه بسبب حسن السلوك ديالو داخل الحبس. وهنا بطبيعه الحال داروا واحد الضجه كبيره في المدينه اللي كاين فيها هو، والناس اللي كانوا تما ما كانوش راضين على هذا الحكم. قالوا كيفاش هاد خونا دار هاد الفعله هذه كامله ويلا تحكم ب 14 عام وزائد انهم طلقوه من 8 سنين. وهنايا ما قدرش يتحمل انه يعيش في ديك المدينه ومشى للمدينه ديالو اللي هي المدينه ديال الوالدين ديالو وبدل السميه ديالو وبقى عايش تما. ودابا نتوما في نظركم غيكون تاب ورجع للطريق وما بقاش كيدير هذا الشيء؟ لا، تعرف على واحد خيتي مطلقه وعندها 3 دراري ودار فيها اكثر من داكشي اللي دار في ديك البنيته مسكينه. وهنايا من بعد ما صفاها حتى لهاد السيده هذه مشى تقدم للمحكمه وحكموا عليه بالمؤبد زائد الاعدام. ولكن في 28 ديسمبر 2001 مات هاد لورنس هذا بسبب السرطان في الوسط ديال الحبس. وصلنا للاخر ديال الفيديو، ما تنساش دير شي جيم وكومونتير وبارطاجي الفيديو مع اصحابك ونشوفك في الفيديو الجاي.